الكومبارس اللي حب رقصة وبسببها جاله اكتئاب. شلاضيمو. تعالوا نشوف الحكاية ايه. حكايتنا النهاردة عن شلاضيمو، من مواليد بني سويف. اتولد سنة 1905، واحد من أشهر كومبارسات السينما المصرية اللي فرضت عليه ملامحه الحادة تقديم أدوار الشر. شلاضيمو هو اسمه الحقيقي، وده عشان زمان كانوا بيخافوا من الحسد، فكانوا بيسموا أسامي غريبة، وعشان كده سموه شلاضيمو. رغم من اسمه وملامحه الحادة انه كان بيتميز بخفة الدم والجدعنة ومحبة الآخرين. دخل شلاضيمو الفن، وكان في رقاصة مشهورة قوي اسمها زينات علوي. شلاضيمو حب زينات بجنون، وراح قال لها ان بيحبها وعايز يتجوزها. زينات ضحكت وقالت له ما ينفعش، انا مسلمة وانت مسيحي. راح شلاضيمو للأزهر وأعلن إسلامه، ورجع ليها تاني يطلبها للجواز. هنا بقى كانت الصدمة الكبيرة لما قالت له بقى أنا زينات علوي اللي بيجري ورايا رشدي أباظة أتجوز كومبارس زيك أنت؟ دخل شلاضيمو في حالة اكتئاب، وبعدها فكر في الدين الجديد اللي دخله عشان واحدة بيحبها، وبدأ يتعمق في الإسلام، وبقى ملتزم في المساجد ويقرأ القرآن. قصته انتشرت في الوسط الفني كلها. وقتها اتعرف ان نفسه يطلع حج، فتكفل الفنان عماد حمدي برحلة الحج لشلاضيمو، وطلعوا مع بعض مجموعة من الفنانين. وفعلا هناك مات على جبل عرفات ودفن هناك. شلاضيمو كانت ملامحه حادة ومخيفة للبعض، لكن امتلك قلب من ذهب وأخلص لله فنال جائزته. أراد الدنيا والله أراد له الآخرة. ما تنسوناش في اللايك والكومنت، ولو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس.